مش صحيح؟ كان صحيح، انما بعد النبي ما بقاش صحيح. يا كوكاكولا بقى، ده يا كوكاكولا. ايه يا رمضان ده يا رمضان؟ جماعة الفيديو اللي فات لما الأب كان بيكلم بنته والحاجات الجميلة دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي أيها الفام العظيم، وحشتوني. أو في مقولة أخرى. طب يا سيدي، فيديو جديد السبت والتلات، وحابب افكرك لو ما صليتش العشاء او المغرب او يعني انا مش عارف للاسف بالتوقيت الغريب ده هتبقى صلاه ايه، بس لو فاتتك اي صلاه لازم تقوم تصليها. ومش حابب افكرك ان الصلاه اهم مني ومن الفيديو اللي بعمله ومن اي حاجه انت ممكن تعملها تاني. لايك وسبسكرايب للقناه ويلا بينا نبدا الفيديو سريعا كده. مفيش هدايا النهارده، نتفادى لمس بعض في الايام الجايه دي. نتفادى لمس بعض في المطلق، يعني مش عايزين نلمس بعض خالص بقى، ولا الايام اللي جايه ولا الايام اللي بعدها. منظمة الصحة العالمية أعلنت حالة طوارئ بعد تفشي جدري القرود اللي بيتنقل عن طريق التلامس أو استخدام نفس السرير أو لبس الشخص المصاب بيه. أعراضه بتبدأ بسخونية، صداع، تضخم في الغدد الليمفاوية، بعد كده بيبدأ. أنا عارف السخونية والصداع، التضخم في الغدد الليمفاوية دي مش عارف لا هتبقى لي عاملة يعني بعد الشر لنا كلنا يعني، بس خير. الطفح الجلدي. وبداية جدري القرود أصلا كانت في الكونغو، وانتشر في أفريقيا وأوروبا وأمريكا، وحاليا الإصابات في أفريقيا عدت ال 14,000 والوفيات 524. أفريقيا وإيه؟ السويد وباكستان لسه من كام ساعة سجلوا أول كام حالة مصابة بيه. المهم السويد وباكستان، أنا كنت حاسس إن أنا هسمعها والسودان، بس أنا يعني إن شاء الله مش هيحصل حاجة، ربنا يحفظ مصر وأهلها. لو سلمتني تاسك بإيدك في خصم يوم، مفيش تاسكات بالإيد، أنت سمعت؟ هي ناقصة جدري قرود، اللي بعده ربنا يلطف بينا. احنا بنتضرب وانت فين انت؟ صوتك يوصل لحكم. ماشي. طلع السلاح وروح حالك. حاضر. انجلش ايه؟ مين هيدافع عن العربي زيك؟ ايوه انجلش ايه صحيح يا رمضان؟ انجلش ايه يا اخويا؟ لازم اللي يدافع عن عربي زيه زيك يكون عربي زيه زيك، ولا انت مش زينا ولا انت مش عربي؟ بقول كلام عاد. ايوه صح. يا كوكاكولا بقى، ده يا كوكاكولا. ايه يا رمضان ده يا رمضان؟ ايه يا حبيبي ده؟ هو خير اللهم اجعله خير، كوكاكولا قلبت مصريه ولا كوكاكولا بتدفع فلوس لعربي زيك ولا انت مش عربي؟ ما تفهمنا يا رمضان، اصل انا صوتي وصل لحكومتي وصوتي وصل لخلق الله وصوتي وصل للعالم، وانجلش ايه؟ فممكن افهم برضو ده ايه؟ يعني لو في اوبشن نفهم ده ايه؟ اشرح لنا يا رمضان. قول يا حبيبي. جماعه انا اكذوبه، جماعه احنا كلنا بنستغل مشاعركم كترند، جماعه انا بحب اخد اللقطه، جماعه لو القضيه مش قضيه دين، مش قضيه دين بس، فهي ملهاش لازمه، لان هي لما كانت قضيه ترند انا طلعت خدت الترند، ولما نزلت من على الترند انا رحت خدت فلوس. انما لو هي قضيه دين ومسجد ومسلم ومسلمين كنا هنفضل متابعين. فاي حد يا جماعه بيدافع عن القضيه دي مش بدافع ديني هيظهر مع الوقت كده هتلاقيه بيخلع. وبعدين بكل منطقيه كده، مين هيدافع عن شعائر دينيه في ناحيه وفي نفس الناحيه بيرقص بيغني بيعمل حفلات بيرقص الناس مشغل لهم؟ يعني مش منطقيه. انا بقولش كل الفنانين مش مع القضيه الفلسطينيه ومن كل، لا، بس في ناس اصلا في ليفل يا باشا دي مش هتبقى مع اي قضيه. اللي بعده لنا الله. مع ولا ضد انا عرض فيلم الملحد؟ صحيح يا جماعه، نسيت اقول لكم الخبر الجميل ده، ان فيلم الملحد اتوقف، وقفوا الملحد عند حد، وقفوا فيلم الملحد عند حده. فبرهومه ان شاء الله ربنا ياخد منك الصحه والعافيه كده. بدعي عليك والله على الضلال اللي انت بتنشره بين الناس، نفسي ادعي لك ربنا يهديك، دعيتها لك كذا مره بس مفيش فايده. نكمل. انا اي حاجه بتدخل في الحته دي بحس ان انا عامل زي المجنون، محدش يجي ناحيه ربنا سبحانه وتعالى ابدا. ان شاء الله ينحرق الفيلم مش يتمنع. مفيش تفاصيل كتير عشان برضه ما احرقش الفيلم، انما هي شخصيه ساديه عنيفه عاشقه للعنف. قضيه الايمان والالحاد اذا كانت بتناقش نقاش ايماني واضح وصريح وان الالحاد ده شيء غلط، انا معاه يتعرض الفيلم لازم. ابراهيم عيسى يطلع الملحد غلطان؟ يا راجل ده بيقدس البقر، بيقول لك البقره دي تقعد تتاملها. أيوة تتاملها بقى كخلق الله؟ لا، تتاملها عشان تعرف ليه الهنود بيعبدوها وتقول الناس دي عندهم حق. يعني حتى يوم ما جاب حاجه ناحيه التامل وداها كفر على طول، اللي هو انت هتتامل في خلق الله؟ لا، انت تامل في اله الهنود هتعرف هم فعلا عندهم حق ان هم يعبدوها. جماعه نقطه مهمه بس انا حابب اتكلم فيها كده مني ليك. الفيديو اللي فات لما الاب كان بيكلم بنته والحاجات الجميله دي، انت بتنصح بالموعظه الحسنه مره واثنين وثلاثه، وده اللي انا قلته وعلاقته سويه ببنته وبينصحها مره واثنين وثلاثه، صح؟ وقلت ان بعد كده في ناس ما ينفعش معاها واحد واثنين وثلاثه لان هي بتتمادى. جميل. فاصبح عندنا نوعين من الناس، نوعين بتقول له باللين بيجي ونوعين لما بتقول له باللين بيزود. طب لو انا عندي حد بقول له باللين وبيزود اقاطعه، مش هكلمك. وده اللي انا قلته في الفيديو اللي فات، وانت كده بتعقي والديك يعني يا جماعه في اعتدال. طب هل في مره ان احنا
نقفش خالص وخلاص مفيش كلام. قلت مع الزوج والزوجه. طب الاب والام اجبرهم، مفيش طلوع من البيت. هو خلاص مره واثنين وثلاثه وعشرة مفيش طلوع من البيت. طب هل بقى الاب لما يوعظ بالموعظه الحسنه ومره واثنين وثلاثه مش هيسال؟ هيسال. انه كان في اهله مسرورا، هيسال. طب هل لما ينصحها مره واثنين وثلاثه وما تجيش وما ياخدش منها موقف مش هيسال؟ هيسال. ما اصل دول اهل بيتك، فانت لو ما حكمتش على اهل بيتك هتحكم على مين؟ كلكم راع وكلكم مسؤول. هيسال. بس الفكره كلها ان الراجل اول مره يطلع مع بنته وبيتكلم معاها بالحكمه والموعظه الحسنه وبيتكلم معاها بهدوء وبيخلي الناس تدعي له. ما جاتش قلت لكم برضه في الفيديو اللي فات 1 2 3 بعدها اقف مش هنتكلم، احنا زعلانين من بعض، نقطه. تمادى اقف، عقوق. تمادى اجبار. بس دول اهل بيتك يا فرماوي. لا اكراه في الدين، بس على مسؤوليتي انا. على لا اكراه في الدين بره مسؤوليتي، يعني خلاص انت من طريق وانا من طريق. لا اكراه في الدين على مسؤوليتي انا، مراتي بنتي كده لا مش على مسؤوليتي، اصل انا هبقى شايل ذنبك. فعلشان بس الامر ما يلتبسش على الناس في الفيديو اللي فات. اللي بعده احنا بنضرب وانت فين انت؟ احنا بنضرب وانت فين انت؟ انت في الساحل. السحر مش صحيح؟ كان صحيح، انما بعد النبي ما بقاش صحيح. السحر كان موجود الى ان بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بعد وصلى وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللي عاوز يقول ان في سحر عليه برهان. القرآن برهان ولا ايه الدنيا؟ مش جاي معاك؟ لانه قال صلى الله عليه وسلم البينة على من ادعى واليمين على من انكر. ايوه ده ايه علاقته بالسحر؟ يعني انت حطيت الحديث في النقطة دي ليه؟ دليل ايه على الكلام اللي بقوله؟ ان كل ايات السحر بتتحدث عن فترة ما قبل النبي. يا حبيبي. طيب وايه اللي حصل لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما بعث النبي ربنا بيقول في القرآن في سورة الجن وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن. أنا عاوز أعرف كلمة الآن دي معناها إيه؟ الآن الحاضر حلو. فما يستمع الآن immediately يجد له شهابا رصدا. طب ممكن تفسر لي الآية يا شيخ؟ أنت راجل عالم جليل، ممكن تفسر لي الآية؟ ممكن تقول لي هل هي فعلا بتتكلم عن السحر ولا بتتكلم عن الجن اللي بيسترقوا السمع؟ يعني ممكن يعني تعرف تفسير الآية بس، والله بسيط. لو أنا وأنت مش عارفين ممكن نروح نشوف التفاسير. نروح مع بعض؟ تعال نروح مع بعض. بتقول إيه بقى؟ وأن كنا معشر الجن نقعد من السماء مقاعد لنسمع ما يحدث. إيه ده ما جابش سيرة السحر زي ما قلت لك؟ خير يا رب أكيد جاي. فمن يستمع الآن، تمام، اللي بيسمع دلوقتي يجد له شهابا رصدا، يعني شهاب نار قد رصد له. طب ده يعني ايه يا فرماو؟ ده يعني محدش هيقدر يسترق السمع من السماء دلوقتي. ايه ده؟ طب وده ايه علاقته بالسحر؟ انا مش لاقي ليه علاقه بالسحر. طب نسمع تاني كده عشان الحته اللي هي بتاعت قبل بعثه النبي. عن قتاده قوله، هنقول ايه؟ بص هنا الحته دي. كانت الجن تسمع سمع السماء فلما بعث الله نبيه حرست السماء. ده ايه علاقته بالسحر؟ يعني انت قلت البينه على من ادعى والدليل على من انكر، عملت فيلم صح؟ جبت دليل في حته تانية اصلا. الدليل اللي انت بتقوله ده ان الجن لا يستمعون الى السماء دلوقتي او في وقت بعثة الرسول تحديدا. ده ايه علاقته بالسحر؟ ده ايه علاقته بيتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه مثلا؟ ده ايه علاقته؟ نكمل الكلام عشان بس ما يطلعليش حد جميل يقول لي انت بترد على راجل كبير ازاي؟ انت باي احق؟ انا ما ردتش عليه، الطبري اللي رد عليه. صدق الله العظيم. فاللي بيدعي انه في سحر يا سيدي خير وبركه. هو ايه؟ مين؟ هو ايه الخير وبركه؟ استغفر الله العظيم. يا ريت تدور لنا بيه على الاسرار، يا ريت تعرف لنا بيه سر الهرم، احنا مش عارفين سر الهرم، سر التحنيط. طب يا ريت تدخلنا بيه كاس العالم. يلا يا شباب يلا نكفر، يلا بعد اذنك يلا نشرك بالله، يلا بقى نعمل. احنا بس عايزين شويه سحر يدخلوه كاس العالم، شويه يدوروا لنا على اثار. طب ما هم بيستخدموه في الاثار، طب ما ده بيحصل بالفعل. ايه ما عندش حضرتك اي معلومه ان هو فعلا بيستخدموا سحره ان هم يطلعوا وبينقبوا الحارس ومش والمقبره عليها تنين والحاجات اللي بتحصل دي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. وعايز تروح كاس العالم؟ لا يا حبيبي سواء عملت سحر وما عملتش مش هتروح. يعني مش ايه، انا هتكلم بلغه الشباب اهو، يا ريت تدخلنا بيه كاس العالم. طب يا جماعه انا يعني ما اعرفش البوزيشن بتاعه ايه الحالي، لان هو راجل كبير في السن ربنا يبارك له يعني. فالحاج بيقول ان السحر مش موجود، ودي حاجه خطيره جدا اوعى تمشي وراها. السحر مش موجود، يعني لما تيجي مثلا تفكر تقرا ايات التحصين طب هقراها ليه؟ ما هو مش موجود. لو في حد ممسوس او معمول له سحر او حاجه زي كده طب وليه؟ طب ثانية واحدة، هو لما السحر مش موجود ادخلوا كده يا جماعة حملات تنظيف المقابر، شوفوا بيطلع منها ايه. طب معلش ايه الرقية الشرعية دي
كانت بتبقى العلاج ايه؟ طب الاحاديث اللي وردت في السنه عشان نستخدمها لتحصين المسلم دي بتحصنه من ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طب يا جماعه نكرر تاني، يعني احنا نبهنا في كذا فيديو وننبه تاني، لا تنسى تاني اقرا اذكار الصباح والمساء، الصلاه في اوقاتها، سوره البقره كل 3 ايام، وبالله عليك فكك من الراجل الكباره ده. يعني معلش احنا بنعدي كتير ما جاتش على ده، شويه السحر مش موجود، والتاني كان بيقول لك الماسونيه طيبه، احنا هنعبد الشيطان قريب بقى، ما خلاص المسيح الدجال هيطلع يعمل ايه طيب؟ واكيد لما يعني شويه كمان هنطلع بالليفل تمام، نجمل ايه بقى؟ نجمل مين؟ انا اتوقع اللي جاي مثلا ممكن تكون ان الشيطان مظلوم. الوها؟ طب ايه اللي جاي طيب؟ الى هنا انتهى لقاؤنا، اشوفك السبت ان شاء الله لو كان النهارده الثلاث، واشوفك الثلاث لو كان النهارده السبت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.